بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي، تعالوا النهاردة نعمل شوية محشي. أول حاجة هنا أنا بعمل بحمر البصل، بس بحمره قوي. وهنضرب طماطم وبنحطها عليها، وهنزود التوابل كده. احنا بنعمل التقلية بتاعة المحشي تسبيكة. تمام. هنستنى ما البصل يتحمر ونحط عليه الطماطم وارجع له. وهنا يا حبايب قلبي كانت البصل احمر وحطينا الطماطم المفرومه. وهنا انا بقول دايما المحشي ما هو الا توابل، فاي توابل عندك بنحطها. انا حطيت ملح، شويه سكر عشان الحموضه، وحطيت لو عندك صويا صوص حطي نقطه، بيخلي طعم الصلصه جميل قوي. وحطيت ببهار فراخ وسبع بهارات وكزبره طبعا ناشفه. وحطيت ورق لوري كده صحيح، ببقى اشيله بعد ما تتسبك. وبكده يا حبايب قلبي البهارات اللي عندك حطيها، المحشي هو بيحب البهار. وهنسيبها تتسبك مع بعض ونسلق مع بعض. وهنا هنعمل فراخ متبلة. انا عامه بحبها اسلقها بشوربه عشان اخد الشوربه للمحشي، بس هنا ما بحبوش المحشي بشوربه الفراخ. فانا هتبل الفراخ نظرا لطلب الموجودين، بس عامه انا بحبها مسلوقه. فهنعمل التتبيله بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها: البصل، طماطم، الفلفل، الملح، البهارات، الصويا صوص، دبس الرمان، وشويه عسل وشويه مايونيز. وبس على كده هنضرب. الخلطه دي على فكره بتخلي الفراخ في حته تانية. وهنا يا حبايب قلبي كده التسبيكه بقت حلوه والسبكت، يعني حاجه بسيطه خالص، بس تنشف خالص. وهنطفي عليها بقت بالمنظر ده. هنا هنغلي ميه عشان نسلق الكرنب، وهنسلق جايبين اللفت معانا، ويلا بينا. وهنا يا حبايب قلبي كنا تبلنا الفرخه وحطيناها في الثلاجه قد ما تقدري سيبيها